اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. هشارك معاكم النهاردة الطريقة اللي اتعلمتها علشان نسقي النباتات بشكل صحيح، وهي بتتلخص في 4 نقاط مهمين جدا. اول حاجة واهم حاجة، المية اللي بسقي بيها لازم اكون مجهزاها من بالليل. يعني لو انا عارفة ان انا هسقي بكرة، بملأ الازاز اللي هسقي بيها واسيبها مفتوحة لحد تاني يوم، ودي نقطة مهمة جدا. تاني حاجة ان انا بجيب شوكة او عصاية وبغرزها في التربة بس من على الطرف عشان ما اذيش الجذور. لو طلعت معايا العصاية ناشفة ما فيهاش اي طين، يبقى كده التربة جفت ومحتاجة تتسقي. يعني ما فيش حاجة اسمها ان انا اروي كل يوم او كل يومين او كل 3. المعيار الوحيد لري الزرع هو جفاف التربة وبس. تالت حاجة ان احنا ما نرويش ابدا في شمس، يا اما نروي الفجر يا اما نروي المغرب. بس في الصيف يفضل دايما ان احنا لما نيجي نروي وقت المغرب بس. رابع حاجة والأخيرة، لما نيجي نروي غمر، يعني نروي لحد ما المية تنزل من فتحات الصرف. دول كانوا أهم 4 نقاط عند سقي الزرع. أتمنى يكونوا مفيدين ليكم. وبس كده، أشوفكم مرة تانية. مع السلامة.